يا صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا صباح الفل او يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي هينزل فيه الفيديو ليكم. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني اوي من اخر فيديو نزلناه. اولا واخيرا حابه اشكر كل اللي دخل عندي القناه. بشكركم من قلبي والله، ونورتوني وزودتوا العيله بتاعتنا. كل اللي دخل كتب لي كومنت حلو على راسي، والله انا مش بنسى حد خالص، ببقى يعني حتى لو الكومنت كتير، ببقى واخدة بالي مين بيكتب لي كلمة حلوة ومين بيكتب لي دعوة كويسة. إن شاء الله وليكم بالمثل. حتى في النقد يا جماعة، في ناس كتير انتقدت يعني لفة الحجاب بتاعتي. أنا عموما مش بلبس على طول سكارفات وكده، يعني مش دايما. بس برضو في ناس كتير انتقدت بطريقة كويسة، وناس نصحتني برضو بطريقة كويسة، فدول كلهم برضو على راسي، أنا مش بزعل أبدا. وبحس إن هي نصيحة يعني، فبجد بتقبل. فشكرا لكل حد دخل كتب لي كومنت. اكيد لو انت مش حباني مش هتخشي تنصحيني اصلا، مش هتدخلي تكتبي كومنت. اكيد لو انت مش يعني امر ما يهمكيش، مش هتخشي تكتبي لي كلمة ولا دعوة حلوة منك. فعايزاكم بقى النهارده تشوفوا الفيديو ده كده وتقولوا لي رأيكم. الفيديو حلو بكل تفاصيله، وعايزه اقول لكم ان هو كده روتين كامل وشامل. بصوا في المطبخ قلبنا الدنيا كده، الدنيا عندي كانت تضرب تقلب. وبصوا زي ما هتشوفوا في العنوان، جيت اكحلها عمتها. هتشوفوا دلوقتي برطمان المخلل وهو بيقع من ايدي والدنيا غرقت عندي، واضطريت اخد كده كام ضلفة معايا في المطبخ. المطبخ عندي حتى لو ما فيهوش مواعين كتير او المواعين هتتلم، الرخامات عندي هما بيدخلوا يسيبوا كل حاجة. طبعا انا ولادي كبار، فبيقوموا الصبح مثلا ممكن قبل مني او في وسط النهار انا بكون بعمل حاجة، يقوموا يعملوا سندوتش، يقوموا يعملوا اي حاجة، الدنيا بتخرب. حتى لو قلت لهم دخلوا الاكل ده جوه او بعد ما بنخلص اكل وكده، بيروحوا سايبين كل حاجة على الرخامات زي ما انتوا شايفين. مع ان هما يعني لو هيحطوا الحاجة في الحوض، هيبقى الموضوع اسهل بالنسبة لي، لاني مش هعمل كده كل يوم، او حتى لو هديها تلميعة مش تلميعة عميقة او غسيل او كده. انا كنت جاهزه كده، كان اليوم ده عندنا الاطعام، دي اول مره نعمل اطعام سمك، عملناه جاهز يعني في محل وكده. فالاطعام ده على فكره عايزه اقول لكم ان انا مش يعتبر مش مشاركه بحاجه فيه، دي اول مره تعدي عليا ما اشاركش يعني. فان شاء الله ناويه في نص الاسبوع او في اخر الاسبوع اعمل الاطعام بتاعي برضو، حتى لو بكميات قليله. بس احنا متعودين يعني لما بنيجي نعمل اطعام بيبقى كذا حد، فبنبقى عارفين يعني. فده كان سمكية بلطي كده زي ما انتوا شايفين، وحبة رز وطحينة. معرفش ليه ما حطش سلطة. السمك كان طعمه كويس، الرز كان حاساه ني شوية. بس فالمرة الجاية ممكن لو احنا هنعمل برضو سمك او هنعمل في نفس المطعم تاني، ممكن نقوله ان هو يعني يظبط التسوية بتاعة الحاجة قبل ما ناخدها. بس فأكلنا اليوم ده سمك. المفروض ان احنا بناكل من نفس الإطعام اللي بنعمله او بنجيبه او لازم بتدوقيه او بتاكلي منه. فالمهم يعني خلصت كده الإطعام وجيت جري بقى على البيت، قلت اما نبدأ بالمطبخ. كنت ناوية الروتين النهاردة يبقى هعمل جناب البوتاجاز واغير الفويل لان تحتهم بجد بلاوي، واغسل سجادة المشاية بتاعة المطبخ وكده. فبصراحة الفيديو كان طويل قوي وما قدرتش، عملت كذا حاجة برضو وتعبت. فقلت خلاص خلينا نظبط المطبخ وبعد كده نظبط الشقة والجناب بتاعة البوتاجاز والكلام ده كله، خصوصا كده كده ان المشاية هتاخد وقت على ما تنشف. المهم زي ما انتم شايفين كده يعني شلت بواقي الاكل كلها مع بعضها في علبة واحدة، وهبدأ بقى ان انا اظبط الرخامة. بالنسبة بقى للإطعام، بصوا هي يعني عادة، وإن شاء الله لو يعني لو حد يعني لو أنا هعمل في يوم لوحدي ممكن بإذن الله أروح مصوراه لكم. بجد هي عادة كويسة قوي، وبجد فرقت كتير في حياتنا وفي رزقنا وفي بيتنا. الإطعام ليه ثواب كبير قوي، ويعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول إيه؟ داووا مرضاكم بالصدقة. يعني لو حد فيكم مريض أو حد فيكم تعبان وعمال يجيب في علاج وده 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 وده، حاول يطلع صدقات حتى لو حاجة قليلة جدا. والله العظيم يعني بجد مفعولها رهيب وسحرها رهيب في البيت. بصوا هنا بقى كانت حصلت الكارثة. الموضوع بقى صعب قوي. شلت برطمانين الليفت وبرجعهم تاني مكانهم. يا دوبك بس البرطمان ده انا كان عندي منه اتنين لسه مكسور مني واحد السنه دي، بقالهم بتاع 6 7 سنين معايا ما جرالهمش حاجه. فالسنه دي عشان ما خللت الزيتون شكلهم زعلانين مني. فبصوا
اتكسر مني وبهدل الدنيا، وهتشوفوا دلوقتي بهدل الضلف. طبعا غسلت الليفت 3 4 مرات ونقعته في ميه، وبعد كده زودته ايه في البتاع التاني، البرطمان التاني، الازاز التاني ده زي ما انتوا شايفين كده، بحيث ان انا ما اعملش زحمه برضه على الرخامه. هو كده كده كان هياخد الليفت، بس اقلل الميه بتاعته. طبعا غسلته مره واتنين وتلاته، انا كنت هرميه، لقيت الكسر بتاعه تحت خالص، فلملمت كده كل اللي اقدر عليه منه والباقي سبته. بصوا بقى، هنا كان المية بتاعت الليفت الحمرا دي انا ما كنتش شايفه ان هي نزلت. هي نزلت جوه الضلفه بتاعت الحلل والضلفه بتاعت الصواني. خربت الدنيا المية الحمرا دي، وطبعا ريحتها هتبقى ليفت، فالموضوع هيبقى صعب. فبصوا خرب لي الدنيا، قدر الله ما شاء فعل. بصوا بقى، اتعطلت وعملت ضلفه ما كنتش عامله حسابها، بس هو ربنا قاسم لي ان انا اعمل الضلفه دي، انضفها النهارده. المهم بقى، يعني مسحت كده بميه كذا مره، وبعدها كمان البخاخة اللي معايا دي ريحتها كويسة، وفيها خل وفيها برسيل جل وفيها كلوريل. فبصوا بقى فيها كذا حاجة. بصوا بقى على منظر الضرفة. بصوا خلاص، اللي هو جيت اكحلها عميد. فالحمد لله، انا عماله اقول بلاش يعني اشد البرطمانين، هما شكلهم تحتهم نضيف. بصوا، هو نصيب ان هو يتكسر. فالحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. وكده كده اصلا من بدايه الفيديو انا قايله لكم ان انا هغسل المشايه بتاعه المطبخ، انا المفروض بغسلها كل اسبوع. وزي ما قلت لكم قبل كده ان انا هروح السوق تاني اجيب واحده تانية تبقى بديل. ان شاء الله، يعني ناويه اجيب بديل قبل العيد، واجيب ستاره تبقى ماشيه على نفس اللون اللي انا هجيبه. بس زي ما انتم شايفين كده بقى، بدأت نغسل نحط المواعين في غسالة الأطباق. لملمت طبعا كل حاجة على الرخامة، وببدأ ان انا ارصها كده طبعا بعد ما فضيت الغسالة بتاعتي. ودي عادة فيا نفسي ابطلها، اللي هي ايه بقى، اللي هي طالما الغسالة يعني خلصت غسيل وانا مش محتاجاها ان انا اغسل فيها تاني، انا ممكن اسيب المواعين فيها يومين تلاتة. فده غلط طبعا، غلط كبير قوي، المفروض اطلع منها المواعين. وده بحاول اعمله بقى الفترة الجاية. باحاول إن أنا بُص، في عادات كتير غلط باعملها، باحاول إن أنا أغيّرها. وده يعني إيه، مش عيب بقى، يعني ده مش عيب إن أنا أقوله. على فكرة كلنا ستات بيوت، كلنا بنخطئ، كلنا بنصيب. حاضر، جاية، اقفلي الباب. كلنا بنصيب، كلنا بنخطئ، يعني الموضوع مش إن إحنا ملايكة. بُصّوا، هُم عمالين يقولوا لي تعالي يا ماما، هُم مقومينّي النهارده، هُم اللي عاملين لي الفطار، وهُم اللي محضّرين لي الشاي بلبن، هُم ال3. أنتم واخدين بالكم؟ ميرا ومنى ومحمد، ربنا يخليهم لي يا رب، ما نحرمش أبدًا منهم. وربنا يخلي كل أم لولادها، وربنا يخلي كل ولاد لأمهم. بجد والله العظيم، يعني مش هتلاقي حد في الدنيا أحن ولا أحسن من ولادك. والله العظيم 3، مهما اتضايقوا ومهما ينرفزوني ومهما تعبوا ومهما صوت طول النهار، بجد أنا ماليش غيرهم، هما ملهمش غيري. فربنا يخليهم لي يا رب، وباشكر ربنا على النعمة دي كل شوية، الحمد لله. المهم زي ما انتم شايفين كده، بدأت ان انا اخلص المواعين، كمان اشطب المواعين اللي في الحوض. جايه لكم بقى كمان على فكره الركنه. انا كذا مره كنت كلمتكم، قلت لكم اقترحوا عليا اقتراحات. اكتبوا لي في الكومنتات تحت، تقترحوا عليا ايه اللي يناسب الريسبشن بتاعي. طبعا انا اتفقت اصلا وبعت للنجار الصور اللي انا عايزاها. انا كنت ناويه اعملها واطيه ويبقى ليها سرير، كان نفسي قوي يبقى ليها سرير اللي بيتفتح، ونفسي يبقى ليها صحاره احط فيها الكوشن بتاعتها، احط فيها المفارش والغيارات بتاعتها. بس بصراحة ربنا أنا نفسي أعملها عالية زي الركن الجديدة العالية، فطبعا ده مش هيتماشى مع الركنة والصحارة، فالفكرة اتلغت. وقولوا لي انتوا بقى رأيكم، أعملها على الأرض واطية، بحس إن الواطية دي تليق أكتر على ليفينج مش ريسبشن. المهم إن أنا اخترتها عالية، تبقى برجول كده زي الأنتريه، بس أقل حاجة بسيطة. واخترتها يكون ليها سُفل خشب كده، يعني اسمه سُكلو. بيبقى جزء خشب كده من تحت في الركنة، بيدّي شكل كده ولذاذة للشكل من تحت عشان هي برجول. بُصّوا، أنا كنت نِفْسي أعملها بسحّارة وأعملها بسرير نفتحه كده بالليل ونقعد فيه أنا والولاد، نجيب دفّاية، نشغّل فيلم. بس صراحة ربنا على بنت الرِزق، أنا شايفة كل الجديد برجول، يعني برِجل. فأنا يعني هامشي مع الموضة شوية، هاتنازل. أنا كنت مفكّرة إن أنا هالغي السرير بس وهيبقى فيها سحّارة. النجار قال لي: "سحّارة إيه يا ماما؟ أنتِ مش شايفة أصلًا إن الجزء اللي هو هيبقى متبقي أصلًا هيبقى حاجة بسيطة خالص، أعمل لِك فيه سحّارة إزاي؟ تحطّي فيها إيه؟ هتغرمي حقّها على الفاضي ومش هتستفادي بيها." المهم يعني، فأنا اقتنعت، قُلت خلاص ما فيش مشكلة، هاعملها كده من غير سحّارة ومن غير سرير. طبعًا بقى عايزاكم تساعدوني وتقفوا معايا في الحتّة دي، تقولوا لي أنا اخترت اللي هو
اللون اللي هو على جريش، وهاخدكم معايا لما نروح نأكد اللون. هو لحد دلوقتي طبعا النجار شغال، لسه ما جاش لموضوع الفرش. بس انا مش عايزه اعمل رمادي تاني، لان زمان كان عندي جنزاري وفي رمادي، وبعدها بني، وبعديها برضو كافيه. بصوا انا كذا مره بغير لان انا بحب التغيير اصلا، بس ما كنتش لسه ظهرت على القناه. المهم ان انا عايزه اعملها جريش، اللي هو اللون الجديد اللي هو ما بين الجري وما بين البيج. فالمهم ان انا قلت له، يعني قال لي خلاص لما نيجي ناكد اللون تعالي واختاري بقى من الباليتا اللي انت عايزاه. باروح كده من وقت للتاني لما بيبقى في تغيير او بيبقى في حاجه. تاني حاجه بقى عايزه اقول لكم عليها، موضوع الكرسي بتاع الانتريه ده، انا ناويه اعمل كرسي فوتيه للركنه. انا هعمل كده كده بف، يعني بف ليها بنفس عرض وكثافة الركنة. بس برضو عايزة اعمل دور كرسي فوتيه. فانا قلت بما ان كده كده الانتريه بتاعي خشبه حلو جدا ونضيف، انا مش عايزة اغرم كتير، مش عايزة ازود على نفسي، يعني الركنة هتقطع مبلغ كبير قوي. فقلت لا، انا ممكن اخد كرسي من الانتريه بتاعي واعمله تعديل ويمشي مع الركنة واعمله فوتيه للركنة. فانتوا برضو قولولي، ويعني اعمله شكل ايه، يعني قولولي كده اعمله شكل ايه. فانا اخترت كده، قال لي خلاص مفيش مشكلة، هجيلك ونشوف الكرسي، ونشوف انتي هتحبيه يكون شكله ايه، وانا برضو هبعتلك اشكال. تمام كده. المهم ان انا بقى ايه، يعني اتفقت وخلاص كده واستقريت المرة دي الحمد لله. فانا بقول لحد بقى اما الركنة تيجي، عايزة اظبط الشقة كده حاجة في حاجة، ما يبقاش ورايا حاجات كتير تتعمل. وهي برضو منها ان هي تبقى قبل دخلة رمضان وقبل الزحمة. الشهر ده هيعدي ولا الشهرين دول هيعدوا اهو على فكرة. فعايزة الحق كده اخلص كل اللي ورايا في البيت معاكم يعني طبعا، وبحسكم معايا. فتشجعوني بقى الفترة دي كده زي ما شجعتوني في الفيديو الأخير، تفضلوا معايا بنفس الدعم ده. لاني بجد والله العظيم بحبط جدا لما بلاقي ان مفيش حد بقى معايا غير مثلا الناس قليله، فانا بيجيلي احباط. لما بلاقي بقى في تفاعل كتير تلاقوني كل شويه بنزل لكم فيديو. فالفتره اللي جايه كلها ان شاء الله تجديدات، ناويه كده انزل اكتر من مكان، ابص كده اجيب كام حاجه يعني ناقصاني للبيت باذن الله. اخلص بس اليومين دول تفنيشات في الشقه بتاعتي، اللي هو المسح والفرش العادي. انا عمري ما جت عليا جمعه لما كانت بتبقى شقتي الحمد لله نظيفه. دي اول جمعه تيجي عليا والشقه متبهدله. على الاقل يوم الجمعه ده انا بحبه يكون الشقه رايقه خالص، اشغل بخور، نعمل فطار انا والولاد بصراحه. فكنت متضايقه قوي الجمعه دي، فقدر الله ما شاء فعل. فقلت لا، انا بقى هعمل كده المطبخ. وتاني يوم على فكره اللي هو النهارده اللي بسجل لكم، قايمه حاسه ان انا تعبانه، فمش هقدر ان انا اعمل الشقه لوحدي. يعني قدامي فكرتين، انا بفكر في الموضوع من كذا جهه، اجيب حد يساعدني واخلص الشقه وانكتها كده مره واحده، لاني عايزه اخدكم كده معايا شوبينج قصير كده. اجيب للولاد لبس واجيب لهم حبه لوازم، ونعدي كمان نجيب حبه لوازم للبيت. ولا اجي يعني اعمل انا نص الشقه انا والولاد، برضو على فكره بيساعدوني، يعني لما يكونوا مش وراهم مذاكره، خد ده ناولني ده حط ده لمع لي ده، بصراحه بيساعدوني. ولا اعمل مثلا نص الشقه انا وهم وننزل، وبعد كده بكره ولا حاجه نبقى نعمل نص الشقه من جوه. فمش عارفه بصراحه، يعني انا من الناحيتين بفكر معاكم، وانتوا برضو تقولوا رايكم، لان الفيديو برضو هينزل لكم في نفس الوقت اللي انا ايه بقول لكم فيه ده. هستنى بقى كومنتاتكم وتعليقاتكم الحلوه دي اللي بتشجعني وبتقويني وبتخليني ان انا اقوم وابقى عايزه ابص اهد الدنيا. بس انا وانا بكلمكم كده من كتر التعب اللي هو بتاع اليوم اللي انا كنت واقفه فيه ده، حاسه ان انا لو عملت لوحدي هبقى يعني هاقول لكم هابقى إيه، هابقى حاسة إن أنا هابقى هلكانة أوي مش هاقدر ألِف. فبافكّر كده إن أنا أطلّع اللي هي مرات الحارس بتاع العمارة عندي، ونشتغل على طول نخلّص كده الدنيا. طبعًا التقيل بيبقى عليها والخفيف عليّا أنا فعلى الأقل خالص عشان أقدر ألِف بالولاد. بقى لهم فترة مواعداهم أجيب لهم لبس، وكل شوية أأجّل، كل شوية أأجّل، كل شوية أأجّل. فلأ بقى بصراحة كلّهم عارفين يا ماما أنتِ قُلتِ لنا ومش ما عملتيش، قُلتِ لنا وما نفّذتيش. الموضوع بيبقى مش حلو يعني صراحةً. فالمهم زي ما أنتم شايفين كده عملنا البوتاجاز، وطبعًا في حاجات لازقة فيه، فأنا مش باحب إن أنا أخلّي البوتاجاز، باحبه أخلّيه بيلمع. الإزاز بتاع البوتاجاز والسطح الستانلس ده ما باحبش أبدًا أي حاجة عليه، ولا دهون ولا الكلام ده كلّه، ولا هو ولا الرخامات. وعلى فكرة كل ما بتعمليه أول بأول كل ما الدنيا بتبقى معاكِ أسهل عن بعد كده، بيبقى البوتاجاز بتاعِك بيفضل جديد. المهم أنا كنت مطلّعة الحِلَل كده معاكم، كنت غسلت الضلفة،
وفتحت الدرج بتاعتها وسبتها كده تتهوى وتنشف، ودلوقتي خلاص كده غسلت المفارش وبقت زي الفل، وكمان كنت غسلت الحلل وسبتها تتصفى. فنفرش كده مع بعض كده، نحط ايه، نرص الحلل تاني زي ما انتوا شايفين كده، رصيت ورجعت كل حاجة مكانها. وكده كانت الضلفة بتاعتي خلاص خلصت. بقى ابدأ ان انا ارجع كل حاجة كده مكانها، وبصوا بقى المنظر كده في الاخر قمر. اي نعم انا مش بعرف اهندم قوي ولا ارص قوي، بس النظافة يعني. غسلت كده الضلف كمان من بره زي ما انتوا شفتوا في الاول، وغسلت يعني الضلفة من بره ومن جوه، خليتها زي الفل. طبعا المية الحمرا دي كانت مزهقاني والريحة كانت فظيعة. هرجع كمان برضو ارص كده المعالق والشوك. بصوا ساعات مش ببقى واخده بالي قوي من الكادر والتصوير وكده، فاعذروني في الحته دي. بس كمان ارجع البلاستيكات كده برصها جوه بعضها عشان تيجي مقاس الضرب. وهبدأ بقى كمان ارص كل حاجه، يعني اي مواعين عندي في المطبخ برصها. عايزه اقول لكم ان دي كانت حاجه بتخنق منها قوي، اللي هي رص المواعين، ان انا ارجعها مكانها. بس قلت اخلص بقى كده كل اللي ورايا. اي حاجه ما بحبش اعملها اليومين دول بقيت اقصد ان انا اعملها كتير عشان خاطر اخد عليها وما اسيبهاش وما اركنهاش لوقت بعد كده. تحت الصفايه بقى طبعا ما تنسوهوش، اكتر مكان بتتراكم فيه البكتيريا، والله العظيم بجد مش كلام، بتخلي ريحه المواعين بتاعتك وحشه. يعني الكلام ده مش كلام بقى عشان انا بصور الكلام ده. الميه لما بتتراكم كتير تحت الصفايه بتعمل ريم كده، بتخلي المواعين بتاعتك بعد كده لما تيجي ترصيها وحشه مش حلوه، وكمان اكتر مكان بيبقى فيه بكتيريا. حطيت الصفاية كده على جنب وخلاص كده كنت خلصت. كنت جايبه لهم بودنج الشوكولاتة ده، اللي هو من حلو الشام. بصوا تحفة. عايزة اقول لكم كل منتجات حلو الشام خطيرة بجد. بصوا انا بعرف اعمله على ايدي، فهنعمله المرة دي كده بس بالباكت، وبعد كده هنعمله على ايدي. يعني انا ده كده انا الجزء بس اتمسح. انا حطيت لتر من اللبن اللي هو الجهينة عشان دول 2 باكت. الباكت بياخد 500 ملي من اللبن او الحليب، وبتدوبيهم الاول كده، تفضي عليهم ال2 باكت، وبعد كده تدوبيهم على النار. وبعد تدوبيهم الاول على البارد، وبعد كده ترفعيهم على النار لحد ما هيفضل يتقل يتقل، طبعا على نار هاديه خالص. هيتقل معاكي ويبقى جميل زي الدانت اللي بنشتريه من الشارع بالظبط. ولو انت عندك نوع كاكاو حلو برضه هقولك تعمليه ازاي على ايدك. بصوا وهنا كان خلاص بقى قرب يتقل، وانا كنت مجهزه بقى الاطباق اللي هي بتاعت الخشاف دي، فقلت هصب على طول فيه. في سؤال قبل الفيديو اللي فات جالي على زبدة الشرقية بيور، وانا قلت لهم ان انا يعني قلت لصاحبة الكومنت ان انا هرد عليها في الفيديو اللي جاي. فالشرقية يا جماعة، انا الزبدة البيضة ما عجبتنيش، لاني كنت باجي اعمل بيها الحاجة لو سيحت مثلا 2 كيلو، على ما باجي استخدمهم بلاقيها في الاخر هي ملهاش ريحة ولا ريحة ولا طعم. اول لما بتسيحيها بس بتحسي بالريحة وبالطعم بتاعها. انما الصفرة كويسة شوية، بسيح على قدي برضه عشان خاطر ريحتها ما تروحش. بس الصفرة بتفضل فيها الريحة شوية عن البيضة. فلو انت عايزة تشتري تسيحي بقى ايه اول باول كده وتشتغلي منها على طول. طبعا هي سعرها كويس بالنسبة للأسعار بتاعة اليومين دول، بس برضه لو انت ما قدرتي تجيبي من فلاح يكون مضمون او مجرباه، ده هيكون افضل ليكي. بس برضه انا جبت المرة دي اللي هي الصفرة، جبت منها كرتونة للبيت، وان شاء الله برضه ناوية اجيب ايه قبل رمضان. البيضة ما جبتهاش في شهر 11، بس هجيبها ان شاء الله الفترة الجاية. كل مادة كده بجيب حاجة ناقصاني، فاهمين؟ الخزين ده برضو كل حبة كده بجيب حاجة برضو ناقصاني. يا رب يكون الفيديو عجبكم كده. وصلنا لنهاية الفيديو. لسه بقى الفيديو الجاي كده هنعجن بيتزا، بس مرضتش انزلها لكم عشان الفيديو مبقاش طويل. يا رب تكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.